في خبر جديد، كشفت صحيفة العرب القطرية عن توجه جديد داخل أروقة الاتحاد الخليجي لكرة القدم يتمثل في دراسة توسيع نطاق المشاركة في بطولة كأس الخليج 2026 المقرر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض، وتحديدا في شهر سبتمبر 2026، لتشمل منتخبات عربية من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة قد تمثل تحولا تاريخيا في مسيرة البطولة العريقة. وبحسب التقارير فإن المقترح المطروح يتضمن دعوة منتخبات عربية بارزة مثل الأردن ومصر والمغرب والجزائر، وذلك بهدف رفع المستوى التنافسي والفني للبطولة إلى جانب تعزيز قيمتها التسويقية والإعلامية، بما يواكب التطورات الحديثة في كرة القدم الإقليمية. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الاتحاد الخليجي إلى تطوير البطولة فنيا وتنظيميا، مع التأكيد على الحفاظ على الهوية التاريخية لكأس الخليج التي تعد واحدة من أقدم وأهم البطولات الكروية في المنطقة العربية. ومن المنتظر أن يناقش الاتحاد خلال الفترة المقبلة الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالمقترح، بما في ذلك عدد المنتخبات المشاركة ونظام البطولة وآلية الدعوات قبل اتخاذ القرار النهائي واعتماده رسميا. وتحظى مدينة الرياض بإمكانات تنظيمية كبيرة وبنية تحتية متطورة وملاعب حديثة، إلى جانب خبرة واسعة في استضافة البطولات الإقليمية والدولية، ما يجعل نسخة كأس الخليج 2026 مرشحة لتكون واحدة من أكثر النسخ استثنائية في تاريخ البطولة، في حال إقرار هذا التوسع غير المسبوق.